السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ طبعا هسه وانا امشي طفرت علي مرة قالت لي سمسم. انا صارت طفرة ما اعرف شكلها، قلت لها زيارة مقبولة. ايه فاليوم راح ارد على بعض التعليقات انه ليش اجينا هنا وشنو وليش ما جبت السلام عليكم. ايه هذا المطبخ طبعا انا وياي من هناك جايبه بيتزا، بس سويت حطيتها بالطاوة خليتها بنار هادئة وراح طبخها. وهنا شنو انا جايبه برجر همين راح احمي بنفس هاي الطريقة. هذا الفندق اللي قاعدين بيه طبعا هنا سوقنا اشياء رقي وحلحب اشكالات. وهاي الثلاجة خيار مقصص للعشاء. هسه هذا العشاء مالتنا. شو سويتي ايش فطومة؟ ايش تريد هسه تاكل؟ هاي ما التريوق، ما التريوق تتريق بيه هيك. هسه راح نسولف شوية. طبعا بالنسبة لجيتي هسه انا ابد ما كانت نيتي اجي هسه، ما يعجبني الوضع بش اسمه بعاشور، لان احس متقيدين وهالامور كلها وهم وقت سفرات، بس شنو يا محفظة السلامة احنا تأخرنا. راح تبدي المدارس لان احنا متفقين كل سنة نروح زيارة لإيران، زيارة وسياحة. هذيك السنة رحت للشي مالت اذا تتذكرن، وهالمرة ما قدرنا. فقال احنا على من ضالين راح تبدي المدارس، والله على مود الجهال انا وافقت، ولا انا ما تعجبني. ما قلت له انا طالعة انا بالسنة مرة واحدة تطلعني.
فأريد أن 10 أيام على الأقل أقضيها سياحة وسفر وزيارة بإيران. قال هسه الأسعار صاعدة نار، يعني ما تتحاكى بسبب الطيران والإيرانيين وهالأمور كلها، فما نقدر بعد نفر مكان، راح نظل بس بمشهد وكل يوم نروح مكان شي مشهد كبيرة، فكل يوم نروح مكان شكل. فأنا وافقت على موديل الأطفال، لأننا شنا مقسمين الأطفال قسمين، قسم يروح ببيتهم نفرين وقسم إحنا الويا ببيتهم راحوا للزيارة مال كربلاء، والوياي قلت لهم خلي نروح هسه نروح لإيران وبعدين مرة الأربعين نروح إن شاء الله للزيارة وناخذكم، فهيك هنا كل مرة ناخذ نفرين. فهنا أنا السبب اللي خلاني أجي بهيجي وقت. فبعد أنا جاية والأطفال هم من حقهم يستمتعون، والله أكثر شي عمد الأطفال. ولا أنا قلت لجن أنا أريد سفرة 10 أيام تكون كلش أعوض مال هاي السنة كاملة اللي قعدتها بالبيت. وفطمتش ليش ما لابسة أسود يا محظوظة. أنا ترى قلت لها ذب بالأسود قبل لا نطلع، يعني تقريبا هيجي ب3 أيام 4 أيام قلت لها ذب بالأسود، يا ما رضت تذب. قلت لها تذبي كل ساعة توسخين الأسود، كل ساعة هي مو تغسل تساعدني بالبيت وما أدري شنو، فبنت تنظف تدمر روحها، ومنا نحن الماي مالح ومنا نغسلين الملابس يصير الملح. قلت لها ذب بالأسود مو حاجة. فالمحفوظات السلامة عافن كل شي وطفرن على فطومة يابا، هي بعدها طفلة. وانا اصلا وصلت بيا انه اذب الاسود، لان بسبب ماي المالح تغسلين الاسود يطلع عندك املح، ولازم ترجعين تغسلين ماي مالح، بقصد ماي حلو. حتى شنو ماي مالح عندك الملابس اصلا راح تدمرها من الماي المالح اللي عندنا بالبصرة. واولا واخيرا مهما يكون انه الاسود مجرد يعني قطاع للجسد، تبقى الحسن داخل القلوب. ترى ايش قد قاعد نشوف هنا، ما نريد ننتقد احد، قاعد نشوف لابسات اسود، هنا قاعد نشوف بعيوننا لبسن اسود وبالمجلس على حباية ونص. شني لا تحكي عن بنات التين. هنا صحيح عندنا قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرة اختي طبعا كلش ملتزمة والله يحفظها، شافت بالمجلس اثنين، وحدة متبرجة قالت انت جاية للحسين متمكيجة علما ولابسة لي اسود، قالت تشيش غرض. يعني هاي ترى لا تحكين على الواحد لابس اسود وذبه، ترى هو يدري انه ليش ذبه، تشتري تنصحينه يدري هذا عاشور. واصلا حتى لو مكياجة تدري هي مكياجها غلط، بس بعد احنا فانت لا تطفرن على واحد قليل ليش ما لابس اسود، روح نقول ان هذا الحرام ليش تفوق، كذاب ليش تكذب، نصاب ليش تنصب. هاي مال اللبس والمدري شنو، هاي حرية شخصية، فمو من حق الواحد يتدخل بيها. حتى المصلخها بالشارع لا تقول لها انت ليش مصلخة، زين هي تعرف نفسها كل زين، تعرف انه شو تسوي شنو ما تسوي. تروح تقول لها شي تطفر عليك وتسويش ما ادري شنو، ما تسمع النصيحة، لان الانسان على نفسه بصيرة، كل شي يعرف انه هيك مسوي هيك مسوي. فهاي هي يا بنات أشارككم يعني السفرة مالتنا، لأن بنات هواي طلبا من عندنا نصور الأجواء السياحة وصور الزيارة، وإن شاء الله يا ربي بنات طبعا دعيت لكن كلشن هواي دعوات، وعسى ولعل أنه تنقبل من هاي العبدة الفقيرة. والله هواي كلش بنات مضررة ويتمنى أن يزورن، فإن شاء الله يا رب تكتب لكم الزيارة وتزورن الإمام الرضا بأسرع وقت. طبعا أنا كل يوم اتفقنا إنه نروح المطعم شكل بس وجبة الغداء، واكو مطاعم رخاص واكو مطاعم لا ما تحاج. هذا المطعم يصير فخم كلش من ترتيب الأكل وهالأمور كلها، أعتقد اسمه التراث العربي. طبخ مالته طيب، بس الحمص بطحينة مالته ماسخة. البقية الأشياء الشبزي، والله الشبزي مالتهم مو مثل شبزينا أكيد. المرة مرقة شو اسمه البامية أحسن مطعم آكل فيه مرقة البامية. اما هم قويين باللحم بالمشويات قويين كلش، بس المقبلات الحمص بطحينة كلش ما عجبتني تكون ماسخة. واما المقبلات الثانية فكانت كلش طيبة. بعد تحملني انا ذوق الاكل، فاقعد اعلق على اكل. اكو مطعم يم فندقنا يصير والله خذينا سمكي وخذينا كباب وخذينا جناح كلاس